السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة كويسين وكل فيديو انتم طيبين. ورجعنا لكم يا رجالة فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. الحمد لله يا جدعان، خلاص خلصت نجارة بره وخلصت كل حاجة. تعالوا هنشوف كل حاجة وهبتدي دلوقتي في الدهانات. طبعا جهزنا المية بتاعتنا والدهانات بتاعتنا اهي كلها، وفي الوانات هنا اهي، الوانات كتير، وفي الوان هنا كمان، ومعانا حاجتنا كلها. طبعا دلوقتي يا جدعان تعالوا بقى ايه، عايزين نفتح بس النور الحاجه دي كده كلها. بسم الله. طبعا شيماء خليكوا بقى معايا يا جدعان. هنطلع دلوقتي بس نشوف الحاجه اللي بره، بعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه هنا، عشان بس ايه الدنيا هتليل. نقول بسم الله. طبعا يا رجاله ده اول بيت خلص، ده لسه هيدهن، يعني كل ده هيدهن النهارده ان شاء الله. ده انا هيطلع عيني في الدهانات. ادعوا لنا بقى يا جدعان بالتوفيق. طبعا الفيديو ده هينزل لكم هيكون كل حاجه خلصت ان شاء الله. طبعا ده اول بيت فيه نجيله صناعي يا جدعان، هجيبها يوم الجمعه برده ان شاء الله. هتتحط في الارضيه هنا كلها، ودول هيبقوا زي ما هم بيتشالوا ويتحطوا، مش مثبتهم. وده بيت اول حيوانات هتيجي هنا، تبقى من الزواحف يا جدعان. تمام. وعندنا هنا ده بردك بيت اهو، هنعرف بردك هيتجاب فيه ايه. تمام. لسه بردك هيتجاب فيه نجيله صناعي هنا، وهيتعمل فيه عشوش حاجات بسيطه كده وحاجات. تمام. ده كده اول بيت اهو، تاني بيت قصدي. وعندنا ده هنا بيت اهو بردك لسه هيتعمل فيه حاجات، بس حاجات لسه هتتجاب يعني. تمام. لسه عامل دي من شويه، مش عارف نشفت ولا لا. نشفت وبقت زي الفل اهي. تمام. طبعا عاملها يا جدعان بزاوي، وده كده ايه حاجه بسيطه بردك هيتجاب نجيله. مش عارف بقى هجيب نجيله في الارضيه ولا لا، على حسب الامكانيات. بس دي هتحط فيها نجيله عشان الكائنات اللي هتيجي هتقف هنا. تمام. وبس كده يا جدعان. دي كده البيوت لسه هندهن. وطبعا الغيه بتاعتنا طبعا انتوا عارفينها اهو. ودول كده شكل العشوش. دي انا مش عارف اسيبها هنا مكانها ولا هي مكانها كده حلو بصراحه. تمام. تعالوا بقى جوه نقول لكم هنعمل ايه، عشان انا طبعا وانا بدهن مش هعرف اصور لكم، هرجع لكم بعد ما اخلص. دلوقتي يا جدعان اول حاجه هعملها ان شاء الله، احلى شيماء العيون دي كلها هحبس الحمام فيها ده كله دلوقتي، وهطلعها بره في الغيه هنا، وهفضي السلاكه كلها هدهنها واخلصها. بعد كده ارجع البيبان، ادهن البيبان، واخلص هنا خالص. بعد كده اقوم مفضي بره خالص، واقوم دهن بره. فبصوا يا جدعان هرجع لكم بقى ان شاء الله، هرجع لكم بعد ما نخلص ده كله. هرجع لكم ان شاء الله نكون خلصنا الغيه والسلاكه وخلصنا كمان الحاجات اللي بره. هرجع لكم بعد التشطيب. فلو عجبكم الفيديو ادوا لنا لايك، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش. ويلا بينا. ورجعنا لكم تاني يا رجاله بعد ما خلصنا الحمد لله رب العالمين. كل حاجه خلصت على خير، الواحد اتنفخ بمعنى كلمه اتنفخ. فتعالوا يا جدعان دلوقتي نشوف وصلنا لايه وعملنا ايه. يلا بينا. بصوا يا جدعان دي الغيه، دي الغيه. بصوا طبعا ده لونه رصاصي، ممكن ما يكونش. بصوا ده لونه رصاصي اهو. وبصوا السقف برضه كله اتدهن اهو ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. تمام. والباب طبعا باب اتعمل اللون اللي هو الاخضر الغامق ده، وده رصاصي، وطبعا ده اسود بس فاتح شويه عن السواد شويه ما شاء الله يا جدعان اهو. طبعا دي الدهانات اللي فاضت. وده الباب اهو اللي داخلي بتاع الغيه، اللي بيدخلك على السلاكه ما شاء الله يا جدعان. كله اهو اتدهن ما شاء الله. طبعا ما قدرتش اصور بالليل لان خلصت وكنت ميت خالص، فمعلش بقى لو مش ظاهر قوي. دي كده اللهم صل على النبي، دي الغيه. تعالوا بقى نشوف السلاكه، وبعد كده نشوف بيوت الحيوانات ايه اللي حصل. ما شاء الله الغيه اهي. وبرضك ايه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتشوفوها بالليل. نقول بسم الله. طبعا يا جدعان برضك النهار مخلي الدنيا مش باينه. طبعا ده الباب اهو، انا عايز احاول اجيبه لكم كده اهو ما شاء الله. برضك مدهون يا جدعان. والبيبان اللهم صل على النبي اتدهنت. طبعا ما كنستش ولا عملت اي حاجه، انا يا دوبك لسه صاحي ميت. تمام ما شاء الله البيبان اهي. وطبعا السقف بقى اللي سبته زي ما هو، يعني الالوانات دي برضك معموله ايه، عايز اوريها لكم. معموله بص رصاصي، وهنا ده الاخضر، يعني ده اخضر اهو وده رصاصي. وطبعا السقف ما دهنتوش ان ما كنتش قادر بصراحه، فعملت الالوانات تليق مع السقف. فبس كده السقف كده معمول بالطريقه دي. وهو يا جدعان ما شاء الله
زي ما احنا شايفين كده اهي. الله اكبر. عايز اجيبها لكم كده اهي ما شاء الله. طبعا لسه هنظبط فيها شويه حاجات بقى، هنرفع البيبان ديك والكلام ده كده كله، بس ما شاء الله. ايه رايكم في الالوانات بتاع البيبان؟ حاجه هاديه وغامقه كده وزي الفل. وطبعا الحمام سيبته لسه بقى ايه افوق كده واكنس واروق الدنيا. وطبعا بصوا ظهرت اهي، الشمس غابت شويه فالدنيا ظهرت شويه ما شاء الله. بصوا يا جدعان الباب اهو اهو. اللهم صل على النبي. ان شاء الله في يوم كده هبصورها لكم بالليل. تعالوا بقى نشوف الدنيا بره عامله ازاي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده اهو يا جدعان كل حاجه. طيب نبدا من هنا ما شاء الله. طبعا عملت ده اخضر، الفريم اللي تحت ده والفريم اللي فوق اتعمل اخضر، فدي كده منظرها اهو تمام. عملت اخضر عشان يليق مع لون الخشب، يعني الاخضر بيليق مع الصفار، فده ما شاء الله لون الخشب. وهنا ده يا جدعان البيت ده كده خلص ما شاء الله. برضك عملت هو السقف بس وسبته زي ما هو عشان السلك والكلام ده كله. المفروض بقى ان لسه هجيب بعد كده حاجه هنا كده زي ظهر حيه او قشاط او اي حاجه تتعمل وهدهنها، تتركب مدهونه جاهزه عشان برضك السلك ده ما يبقاش كده. طبعا الباب بتاعها اهو ما شاء الله تفتح، شفناها برضك في اول الفيديو اهو. نيجي برضك عند دي كده، عايز اجيبها لكم كده كامله ما شاء الله يا جدعان. برضك الخضار هي مش احسن حاجه، بس هو عشان السلك اكتر حاجه، فانا بس دهنتها كده اهو. ولسه مش عارف الحته الفاضيه دي المفروض اعمل فيها حاجه عشان شكلها مش عاجبني. وكده هم يا جدعان عايز اجيبهم لكم الثلاثه مع بعضيهم اهو. اللهم صل على النبي. برضك كده البيوت دي خلصت ما شاء الله. طبعا الغيه بتاعتنا ديك برضك يا جدعان، انا مش عارف انا وريتها لكم في اول الفيديو ولا لا. وريتها لي وريتها لكم. ده برضك لسه هيتجاب نجيله هنا، ولو فاض نجيله هعملها في الارضيه تمام. طبعا ما اتدهنتش من جوه ان عشان السلك والكلام ده كله، كانت عايزه رش. ممكن اعملها فيما بعد فايت شويه دهانات، ففيما بعد هعملها ان شاء الله تمام. طبعا دي الغيه بتاعتنا. احسن حاجه يا جدعان ان احنا كل حاجه عاملينها بايدينا، كل حاجه معموله بايدينا. تعالوا بقى نخش كده جوه نقول بسم الله. طبعا الغيه بتاعتنا اهي ما شاء الله. وشيماء برضك الباب ده هو كده يا جدعان كل حاجه اتدهنت لون رصاصي مع الخضار ده. عايز اجيبها لكم كده كامله ما شاء الله اهي. بقت حاجه رايقه احسن من ال 13 اللي كانت معموله. اكتر حاجه تعبتني يعني اللي خدت ضعف الوقت، يعني السلاكه ما خدتش معايا وقت، اللي خد معايا وقت وش البيبان ده عشان في كذا لون وكل حاجه بتقعد تقطعها ورم ايدي والله. معمول بصوا يا جدعان، ده هنا الاخضر وده هنا رصاصي ورصاصي، وده هنا الاسود، وده برضك هنا معمول من الجنب رصاصي على الاخضر، اللي هو حاجه ايه شكلها حلو. ففي بقى حاجه عايز اعملها يا جدعان، عايز اجيب برضك شويه زغاليل نبتدي نشهم كده في رمضان. فممكن اخلي سلكتين من دول هنا واطلع واحده، يعني ايه اشيل اللي في النص واخلي الاتنين اللي على الحروف زي ما هما. اللهم صل على النبي. ايه يا شيماء. واخد واحده من دول اطلعها بره هنا عشان نجيب فيها شويه زغاليل لغايه فيما بعد ان شاء الله نجيب اللهم صل على النبي نجيب عيون تاني. طبعا اهو تطلع من هنا كده كده كله اتدهن ما شاء الله. في بقى اللي لسه ما اتدهنش هو الطلعه اللي هنا دي بس، كده مش فارقه معايا. عايز اجيبها لكم كده كلها ما شاء الله يا جدعان. كده الحمد لله كله اتدهن، وباذن الله هبقى اصورها لكم في يوم بالليل تمام. تعالوا بقى نفتح على القص دول. هم لميني ده. بصوا يا جدعان خدوا ايه البتاع دي اسمها ايه، الامان بتاع علب البويه، اللي هي الحته اللي بتفتحها دي عشان تعرف تفتح الغطا بتاع علبه البويه. لمينه ده ما شاء الله. خلاص كده هيحصوا فبيلموا كل حاجه. كان في حاجه تانية انا قافل عليها ديك ما شاء الله. شكل الحصويه اللي احنا لقيناها كانت بتاعت دي يا جدعان. الحصويه اللي احنا لقيناها ورميناها شكلها كانت بتاعت النتايه دي مش بتاعت البنايده. تمام كده يا جدعان. برضك نفتح على دول، وعايز افتح كده كام باب عشان الحمام ايه يخش ويطلع كده. برضك كله مدهون ورا وكل حاجه مدهونه يا جدعان. وشيماء مبسوطه. حتى السقف ده برضك اتدهن اخضر اهو، كله اتدهن ما خليتش اي حاجه. طبعا سهرت فيها جامد لغايه اما خلصت ده كله، والحمد لله رب العالمين كل حاجه بقت زي الفل. تمام كده يا جدعان. فكده احنا خلصنا كده بقى. انتظرونا ان شاء الله الفيديوهات الجايه. الفيديو الجاي او اللي بعده هو الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديوهات الجايه عن الحيوانات الجديده اللي هتيجي والحاجات الجديده اللي هتيجي، وان شاء الله لو عرفنا نجيب حمام تاني هنجيب.
وانتظرونا بقى، عشان كده احنا كل اللي فات ده كنا بنرتب. انتظرونا بقى في الفيديوهات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استمتعتم بيه. وكان معاكم ميشو الصبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.